بسم الله. أعزائي المشاهدين والمستمعين والمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذا المش بودكاست اللي احنا عاملينه. في بداية الحلقة زي ما تعودنا حابب أرحب بكل الناس اللي بتتفرج علينا وكل الناس اللي ممكن تبقى بتسمعنا، عشان غالبا هنرفع الحلقات دي على سبوتيفاي وجوجل بودكاست والحاجات دي، عشان لو حبيت تسمعها ما تتفرجش عليها. ولما اعمل كده هقول لكم. ففي بداية الكلام حابب أقولك إنه أنا أحمد وده مش بودكاست، وحابب أفكرك زي ما بقالي 4 حلقات بفكرك إنه إحنا الحلقات دي بندردش فيها دردشة عامة وبنتكلم بدون ما نمنتج أي شيء، علشان لو انت ما بتحبش الكلام الطويل والدردشة الكتير ممكن تطلع، لكن لو حابب تسمع كلام ممكن يفيدك يعني خليك كمل معانا عشان ما نقعدش نتلخبط في الكلام. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا. الموضوع ده لعلك عرفته من عنوان الحلقة او الثمنيل بتاعت اليوتيوب اللي احنا كاتبين فيها الموضوع، او ممكن تكون استنتجت احنا هنحكي في ايه. احنا هنتكلم عن الآثار الجانبية لمهنة التصميم. كل حاجة في الدنيا بتحصل ليها آثار جانبية بتتبعها وبتحصل لزاما للي انت بتعمله. زي ان انت لو لعبت رياضة لازم صحتك البدنية تتحسن لو انت بتلعب رياضة صحية وبشكل مظبوط. لو انت بتاكل اكل صحي لابد ده ينعكس على هيئتك وجسمك وشكلك. ونفسي اعمل كده والله. ثواني نقفل الانترنت عشان ما نبوظش الحلقة. تمام، مش مهم ان شاء الله محدش يتصل او حد يعمل اي حاجة. آه الاثار الجانبية دي يا سيدي اللي بتترتب بقى على المهن اللي احنا بنشتغلها. تفتكر مصمم الجرافيك ايه الاثار الجانبية اللي ممكن تترتب على مهنته؟ انا بعتقد في اعتقادي الشخصي ان شغلة اي انسان اللي هو بيعملها في الحياة بتأثر تأثير مباشر وغير مباشر على صحته وعلى طباعه واخلاقه في الحياة، لو ما قدرش بشكل او باخر يفصل ما بين شغله وحياته الشخصية. كونه بيشتغل محاسب، مهندس، فنان، رسام، ديزاينر، ايا كان بيشتغل ايه، وما بين حياته الشخصية علاقاته جوه شغله هتأثر بشكل كبير جدا على حياته دي وكواليتي حياته وكواليتي صحته وكل حاجة. من كام يوم في الفيديو او الحلقة اللي اتكلمنا فيها عن مواقع العمل الحر جه تعليق من احد المتابعات او احدى المتابعات الكرام، بتقول انه بسبب شغلها في العمل الحر وصل الموضوع معاها ان هي جالها تروما، يعني او جالها اكتئاب من الشغل، وده خلاها بعيد عن الشغل وتبعد عن الشغل او ما شابه ذلك من كلام. التعليق تقدر تدخل تقرأه، وانا ممكن احاول احطه لك في المونتاج وتبقى تقراه، توقف الشاشة وتقراه. لفتني ان احنا كنا عاملين حلقة من فترة هنا على القناة في سلسلة كنا عايزين نعملها اسمها اثار جانبية، واتكلمنا فيها عن الموضوع ده. في تجارب كتير لناس ممكن من كتر انخراطها في الشغل، ودي النقطة اللي انا عايز اكلمك فيها بقى، ان انخراطك بشكل مبالغ فيه في الشغل ممكن يجيب لك اكتئاب، ممكن يجيب لك ضغط عصبي، ممكن يجيب لك توتر عصبي. مش عارف هما الاتنين زي بعض ولا ده حاجة وده حاجة يعني. وممكن يجيب لك تدهور في صحتك الجسدية، ده مما لا شك فيه يعني. لو انت ما قدرتش تعمل فصل ما بين شغلك وحياتك، وان تبقى فاهم ان ده شغل، ده وسيلة مش غاية. يعني حاجة انا بعملها عشان اعمل حاجة تانية، مش بعملها لذاتها. فاهم قصدي ايه؟ من التجارب الحقيقية اللي مرينا بيها هي التجربة اللي انا لسه قايلك عليها بتاعة المتابعة الفاضلة للقناة عندنا، وتقدر تقرأ التعليق وتعرف الموضوع صعب ازاي. وانا شخصيا قبل ما يعدي عليا سنين في مهنة الجرافيك ما كانتش صحتي كده. كانت صحتي احسن من كده. كنت بلعب مثلا كورة باستمرار، كنت بلعب كورة كتير جدا، اكاد اكون كنت بلعب كورة كل يوم. ولما الموضوع قل قوي كنت بلعب مثلا مرتين 3 في الاسبوع. ده كان مخلي ان انا يعني عندي نوع من انواع الرشاقة كان جسمي خفيف، كنت رفيع، كان في حاجات كتير.
لما اشتغلت الشغلانة دي بقت حركتي اقل بكتير، بقى اكلي مش منتظم وملخبط جدا. بقيت بشرب مشروبات زي اللي انت شايفه، انا حبيت اجيبهولك معايا عشان تصدق ان انا بحبه. دي كوبايه شاي بلبن. انا بحب اشرب شاي بلبن جدا. كنت بشرب زمان شاي بلبن بس ما كنتش بشربه بالشراهه دي. انا ممكن اشرب 4 كوبايات في اليوم، 5 كوبايات في اليوم. في ناس بتشرب اكتر على فكره وبتبقى قهوه مش شاي، بس انا بحب الشاي بلبن يعني. المهم، دلوقتي بقى ظهري، اسفل الظهر كده بيوجعني جدا طول الوقت. كتفي ده بيوجعني طول الوقت. نظري اكيد ما بقاش زي الاول. انا لابس نضارتين، يعني دي نضاره لزوم الحركات وفي تحتها نضاره نظر، وانا كنت لابس نضاره نظر الاول. لابس نضاره نظر. شعري تساقط بغزاره من كتر الضغط العصبي اللي انا اللي الواحد بيمر بيه في الشغل. فدي آثار عن جانبية، عن تجربة حقيقية حصلت لي أنا مريت بيها، وفي غيري بقى ممكن تسمع قصص ناس كتير، وممكن تكتب لنا في التعليقات تجربتك مع مهنة التصميم. طيب حابب أنوه في البداية، هو أنا طالع أتكلم في السلسلة دي عن الحاجات السوداوية بس؟ لأ، أنا طالع أنقلك جوانب أنت لازم تبقى عارفها، وهحاول أقولك إزاي تتفاداها من واقع تجربتي أنا الشخصية. وممكن لو انت عندك حلول افضل لتجارب مختلفة تشاركها معانا في التعليقات وتكتب لنا، علشان خاطر انا استفيد وكل الناس اللي بتدخل تتفرج معانا تستفيد. فالاثار الصحية بقى، او الاثار الجانبية الصحية للمهنة دي ممكن تبقى كتير قوي. زي ما لسه قايل لك، انا ظهري بيوجعني، كتفي بيوجعني. في ناس اعرفها الاوتار بتاعتها وايديها باظت وعلقت ايديها، وراحت عملت اخدت علاج طبيعي واخدت اجازة من الشغل بسبب ان بقى عندها مشكلة في الاعصاب. حاجات كتير قوي. آه، ده على الصعيد الصحي للانخراط في الشغل، وهنا بتكلم تحديدا عن مهنة التصميم. وفي اثار اجتماعية، ان انت بمرور الوقت وصراعك مع الشغل والزمن والعملاء، وبالذات لو انت ان انت مستقل بتشتغل لوحدك يعني فريلانسر، او لو بتشتغل في شركة وبتشتغل جنب الشركة فريلانسر او بارت تايم في اماكن تانية، ده بيخليك بمرور الوقت تنسى ان انت في حياتك بشر. فبالتالي ممكن تلاقي على مدار مثلا سنة صحابك اتقابلوا 20 مرة في السنة دي، انت ما كنتش موجود غير في مرة واحدة. ده بسبب ان انت في ال19 التانيين كان عندك شغل. يبقى عندك مناسبات عائلية ما تقدرش تحضرها بسبب ان انت عندك تسليمات. يبقى عندك صحابك نازلين خارجين يتفسحوا او رايحين يلعبوا كورة، ما تنزلش عشان انت في تاسكات اتفقت على ميعاد تسليمها وتسليمها النهاردة في نفس يوم الخروجة او حجز الكورة اللي انتوا حاجزين. فده بيخليك يا صديقي العزيز بمرور الوقت تتحول لشخص انطوائي بيض احباطي منعزل عن المجتمع، وبيخليك مع الوقت تكتئب. ولو متخيل ان انا بكلمك كلام مبالغ فيه فصدقني، لا، انا مش بكلمك كلام مبالغ فيه والله. انا اعرف ناس، وانا شخصيا مريت بالفترة دي. اول لما اشتغلت وخدت الموضوع بجد بقى، اللي هو بص انا المهنة دي هتبقى مسار، هو المسار المهني اللي انا هكمل فيه. انا مش هشتغل اي حاجة تانية. ونزلت واشتغلت في شركة. ثواني لما نقفل البتاع ده، احنا غالبا هنقفل الحلقة دي من هنا ونكمل في جزء تاني، فلحظة واحدة. معلش لا مؤاخذة، احنا اضطرينا نقفل ونفتح عشان نسيت اعمل التسجيل على الميموري كارد، فكل ده كان مسجل على التليفون والمكان اتملى، المساحة اتملت. المهم، انا اول لما بدأت الموضوع ده وخدته بشكل بجد بقى وكان ده هو ده المسار المهني اللي انا هكمل فيه، بدأت كنت الاول بنزل اتطوع في اماكن واعمل حاجات خيرية واتطوع بقى في اعمال خيرية وبتاع، وكنت يعني فظيع جدا ومتحمس للحياة قوي. ما بقيتش بنزل. كنت بنزل العب كورة كل يوم تقريبا او يومين 3 في الاسبوع. بطلت العب كورة، ما بقاش في وقت. كنت بنزل واروح بقى لقرايبي واتفسح مع اهلي وبتاع، ما بقيتش بعرف بسبب الشغل. وكان كمان ممكن يكون في فرح حد من قرايبي ما اقدرش اروحه بسبب الشغل. ده خلاني اخدت فترة حرفيا انا منعزل تماما عن اي المجتمع اللي حواليا كله. اي حد حواليا انا بقيت منعزل عنه.
وحصل شيفت كده في حياتي قبل ما اشتغل وبعد ما اشتغلت. قبل ما اشتغل كان ليا مجموعة اصدقاء، وبعد ما اشتغلت مجموعة الاصدقاء دول تلاشوا تماما من الحياة، وبقى ليا اصدقاء تانيين بالمناسبة انا بحبهم جدا جدا. بس انا بفهمك النقلة دي جت بسبب الشغل. نقلة ان كان ليا اصحاب الاول من واحنا صغيرين بقى وبتاع، وبعدين دلوقتي بقى ليا اصحاب تانيين خالص خالص بسبب الشغل. ان انا التانيين دول بعدت عنهم خالص بسبب ان انا طول الوقت بقيت في الشغل. بروح الشغل من الصبح، برجع الشغل بالليل، بنام، بعد كده اصحى الصبح اروح الشغل. وكمان كنت بشتغل في الويك اند، فكانت عملية كده ملهاش اخر. فاهم ازاي؟ في اثار نفسية ممكن تمر بيها وانت شغال، زي الضغط العصبي الشديد اللي لسه كنت بكلمك عليه في اول الحلقة. ان انت من كتر ان انت طول الوقت مش فاضي، ده بيخلي مفيش مساحة انك تنفس عن نفسك وتنفس عن الضغوطات اللي انت مريت بيها اثناء يومك. فيوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم بيحولك لشخص مضغوط جدا. فلو حد عدى من قدام مناخيرك كده ممكن تقوم تضربه. وده بيدل على ان انت بتمر او بقيت اوريدي في مرحلة الاحتراق النفسي. خلاص انت اتمليت على اخرك خالص، فما بقاش عندك اي مساحة انك تعمل اي شيء ولا انك تتحمل اي حاجة. بقيت اي حاجة لو حطوا قش على ظهرك هتقع. فاهم ازاي؟ ده ممكن يكون ناتج عن اكتر من حاجة. انا عندي يعني وجهة نظر في الموضوع ده، انه انا اي انسان في الدنيا ما بيحبش حد ينظر عليه ولا يعلق له ولا يفضل ينتقده ولا يعمل الحاجات دي كلها. وللاسف احنا مهنتنا كلها تعديلات. يعني بحكم المهنة اللي انت فيها انت طول الوقت بتجادل في تعليقات، وممكن انت ما تكونش عندك القدرة انك تفصل ما بين شغلك وذاتك. يعني انا عملت التصميم ده، فالعميل ما عجبوش التصميم فقال لي التصميم ده وحش محتاجين نغيره. انت بتتعامل مع التصميم ده ان هو ابنك او ان هو انت. فلو العميل انتقد التصميم يبقى العميل انتقدنا انا، فهاخد الموضوع على اعصابي، فابدا اتعامل مع الموضوع بشكل عنيف. ممكن اخسر عملاء، ممكن اخسر ذاتي بقى في الرحله دي. يعني احس ان انا ما بقاش عندي ثقه في نفسي ولا في الانتاج اللي انا بنتجه. فانا كده شخص فيا مشكله، مش التصميم، لا انا اللي فيا مشكله. فاهم الفكره؟ انا مش عارف وجهه النظر دي ممكن تكون صائبه ولا لا، بس انا بحسها كده قوي. يعني انا بحس ان اغلب مصممين الجرافيك يعني مقسومين نصين كده. نص باله رايق جدا وناس رايقه وجميله وفرفوشه كده وفنانين وبتاع، والنص التاني عنده ضغط وتوتر عصبي بسبب ان هو مش قادر يفصل ما بين شغله وذاته. ده شغلي انا، ده ذوقي في الشغل، وده النتاج اللي طلع من تحت ايدي. بس ده حاجة وانا حاجة تانية. مش معنى ان انا تم انتقادي من العميل وتعديل شغلي اذا العميل ده بيقول لي انت وحش وانت محتاج تتعدل، لا. والنقطة دي أنا ما زلت في صراع معاها، أو بدأت تتلاشى من عندي شوية بصراحة. بس من فترة كانت صعبة جدا. يعني من فترة كان الموضوع لأ، فعلا أنت أي حد بيقول لي على التصميم مثلا وحش ممكن أكتئب. مش أكتئب بمعنى كلمة أكتئب، أقصد أزعل جامد يعني، وأدخل بقى اللي هو إزاي أنا عملت تصميم وحش، أنا فاشل، انا محتاج اعمل تصميم حلو، انا محتاج اركز واشتغل على نفسي اكتر من كده. فبدل ما انا اشوفه لنفسي وقت مثلا وغير جو، لا انخرط اكتر في الشغل عشان اعرف اطور من نفسي، وافتح 7000 تاب كلها توتوريالز انا لازم اذاكرها عشان خاطر اطور من نفسي واطور من ذاتي هون على نفسك يا صديقي العزيز، هي ما بتتخدش كده. فانا كده يعني بحاول اوصل لك وجهة النظر بشكل مختصر وعميق في نفس الوقت لعلك تفكر في اللي انا بقوله. انا حكيت لك القصة بتاعة المتابعة الكريمة اللي كتبت تعليق في اول الحلقة، وكلمتك عن الاثار الصحية، وكلمتك عن الاثار الاجتماعية، وكلمتك عن الاثار النفسية. باقي نقطة واحدة حابين نتناقش فيها مع بعض، وهي طب نعمل ايه؟ يعني نعمل ايه؟ نسيب الشغلانة اللي مش جايبالنا غير الهم ووجع الظهر دي، ولا نعمل ايه؟ لا طبعا، لان كل شغل له مشاكله الخاصة. يعني مثلا الراجل المحاسب ده بيكره الارقام. لو حد برضو جه قال له ازيك ممكن يقوم يمسك فيه، لان هو برضو طول الوقت في ارقام وحسابات وجرد وبتاع، وفي عجز في الدفتر وفي زيادة في الدفتر وقصص. فطب نعمل ايه؟ انا هقترح عليك اربع حلول تحاول ان انت تعملهم. وبالمناسبة لا تعالى نوطي شوية الصوت.
وبالمناسبة احنا كاتبين برضو في النوت الجميلة دي كنت واخدها من واحد صديقي من 2015 باين، لسه عندي لحد دلوقتي. المهم، اول حل ان انت لازم تعمل لنفسك حاجة اسمها المي تايم، وقتي الخاص، وقتي انا بتاعي مش بتاع حد تاني. وده يكون بشكل اسبوعي، لو تعرف تعمله بشكل يومي يبقى يا ريت، بس على الاقل قوي 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 بشكل اسبوعي. يوم في الاسبوع ده بتاعي انا مش بتاع حد تاني، يوم، نص يوم، ساعتين في اليوم، اي حاجة حسب ظروفك، بس دول بتوعي انا مش بتوع حد تاني. انا اللي بختار اعمل فيهم ايه، انا اللي بختار هنزل اخرج فيهم ولا هلعب كورة ولا هتفسح، ولا هنام مش هعمل حاجة، ولا هنزل اقعد على القهوة، ولا هقعد ساكت هقعد كده باصص في السقف ما بعملش حاجة. انت اللي بتختار انت هتعمل ايه في الوقت ده، في اليوم ده او في الساعتين دول. ويفضل ان الوقت ده يكون انت بتعمل فيه حاجة مش متعود انك تعملها. يعني لو انت مثلا متعود تقعد على القهوة، يبقى مش كل اسبوع في الوقت ده تقعد على القهوة، لان كده الموضوع هيتحول لروتين، مش هتكسر الروتين ده وهتبقى حاجة مملة. في اوقات الروتين بيبقى مفيد، لكن في اوقات تانية لازم الروتين يتكسر عشان تخرج بره الحلقة اللي انت عمال تلف فيها دي. يبقى كده اول حاجة انك لازم تعمل وقت خاص ليك تختار انت تعمل فيه ايه. الحاجة التانية ان لازم تاخد اجازة مطولة كل سنة. وكل سنة لانك مش هتعرف تاخد مثلا كل شهرين تاخد اسبوع اجازة، مش هتعرف تعمل كده الا لو انت راجل بقى جامد جدا ومرفه وبتاع. بس احنا بنقول خليها كل سنة، تطلع بقى تصيف تاخد اجازة بقى 10 15 يوم دول بتوعك، مفيش شغل، مفيش عملاء، مفيش تعديلات، مفيش التزامات، مفيش اي حاجة خالص. انا بتكلم على الشغل، انا بعيد عن الشغل تماما، بفصل بغير جو، بطلع انا وعيلتي، بطلع انا واصدقائي، بطلع انا وعيلتي واصدقائي لو انتوا كلكم بقى اصحاب في بعض فيبقى ده تمام قوي. انا بفصل كل سنة مرة فترة طويلة. الفترة دي ممكن تستهيف الموضوع، بس على فكرة هو اهم مما انت تتخيل، لان هي دي الفترة اللي انت بتشحن فيها الباور بتاعك اللي هتكمل بيه بقية السنة. آه، فدي كده تاني حاجة. طيب تالت حاجة اعمل ايه بقى؟ اول حاجتين مرتبطين بيك انت شخصيا وبالوقت الفاضي اللي انت لازم تقتطعه لنفسك. الحاجة التالتة مرتبطة بالشغل نفسه، ان انت تحط وقت للشغل. يعني ايه؟ يعني على مدار الاسبوع في 5 ايام اجازة، 5 ايام شغل وفي يومين اجازة، او 6 ايام شغل وفي يوم اجازة. اجازة يعني ما بردش على حد تبع الشغل، ما بتكلمش في الشغل مع حد، ما بقعدش مع اصحابي اكلمهم في الشغل، ما بقعدش مع نفسي افكر في الشغل. لا، انا اجازة، انا فاصل تماما. ما تفتحش فيهم اللابتوب او الكمبيوتر اللي انت بتشتغل عليه اصلا. معلش ناخد بق شاي. ف ده خلال الاسبوع. طب خلال اليوم في وقت للشغل، يعني انا ببدأ شغل مثلا الساعة 9 الصبح، فالساعة 6 بالليل او الساعة 6 اخر النهار، عشان احنا في التوقيت الصيفي في مصر، فانا بوقف شغل، ما بشتغلش تاني. او الساعة 9 بخلص الساعة 8 بالليل مثلا، انت شغلك 10 ساعات مثلا، فهم دول ال10 ساعات بس بتوع الشغل. قبلهم مفيش شغل، بعدهم مفيش شغل. بخلص، بقفل الجهاز بتاعي، بقوم بقعد اشوف بقى انا عندي ايه. عندي عيلتي بقعد معاها، عندي صحابي بنزل اقعد معاهم، متجوز تقعد بقى مع اهل بيتك، سنجل تقعد تعيط بقى على حالك. يعني شوف انت هتقعد تعمل ايه. يعني انت المهم ده الوقت بتاعك، يعني مش بتاع الشغل. خلاص الشغل خلص، فكده في خلال اليوم انا عندي وقت محدد، في خلال الاسبوع عندي عدد ايام محددة انا بشتغلها بس. براهم ما بتكلمش مع حد. في حد حاول يخترق الوقت ده، يبقى انا ده مش وقته، انا ما بردش عليه الا لو كانت في كارثه بقى لازم تتحل. يعني بخلاف كده لا، كل حاجه ممكن تتاجل، واي حد ممكن عادي ما تردش عليه. اوكي اوكي. الميموري قرب يتملي برضو، فانا مضطر ان انا اخلص كلام بسرعه. طيب اخر حاجه عشان ننجز في الوقت هو الانخراط المجتمعي. يعني ايه؟ عشان ننجز، ارمي نفسك في بحر المجتمع اللي انت فيه، ما تعزلش نفسك.
خلي وقت لاصحابك، خلي وقت لاهلك، خلي وقت للمناسبات. انت راجل ما بتحبش تروح مثلا مناسبات، لا روح، قوم روح. لو في حد عنده مناسبة حلوة كده، كاتب كتاب ولا خطوبة ولا فرح ولا اي حاجة، اسبوع، انزل روح. ارمي نفسك جوه المناسبات الاجتماعية دي. هي دي اللي هتحتضنك والله بجد. انا فعلا ممكن تكون انت مش واخد بالك الموضوع، او ممكن تكون ما جاش في بالك الموضوع ده قبل كده، بس المناسبات والحاجات العائلية واللي فيها الاصدقاء والكلام ده بتحتضنك كده، بتاخدك من بحر الظلمات اللي انت غرقان فيه، وبترجع ترفرش حياتك من جديد. متقعدش كده مع نفسك وبس شغل طول الوقت، وبعد الشغل بفكر في الشغل برضو. متعملش كده. في صحابي قاعدين تحت بس انا ماليش مزاج انزل اقعد مع صحابي على القهوة ولا اروح. لا، انزل، قوم انزل، خد بعضك وروح. ليه؟ لما تنزل تروح تتكلموا وتضحكوا وتهزروا وتاخدوا وتدوا مع بعض، هتخرج من الجو اللي انت فيه ده. ونفس نقطة الانخراط المجتمعي دي، خلي كده في عندك حد صديق بتعرف تتكلم وتفضفض معاه، عشان هو ده اللي هيغنيك عن نوبات الاكتئاب ونوبات الحزن واللايف كوتش اللي انت ممكن تروح تتكلم معاه. الصديق المقرب ممكن يكون واحد من صحابك، ممكن يكون واحد من اهلك، ممكن يكون والدك، والدتك، اخوك، اختك، ايا كان. آه، تتكلم معاه وتعرف تبوح باللي جواك كده، وتقول ده انا بفكر في كذا، ده انا عندي كذا، ده انا زعلان من كذا، ده انا شايل هم كذا، وتاخد وتدي في الكلام لحد لما امورك تبقى تمام. دايما بتفضي اول باول، انت مش معبي حاجة عشان ما تكتئبش. فدي كانت من الاثار الجانبية لهذه المهنة البغيضة، ودي كانت اقتراحات لبعض الحلول اللي احنا ممكن نتفادى بيها الاثار الجانبية دي. فانا مبسوط ان انت كملت معايا الحلقة للاخر، انا بحبك. وما تنساش تعمل لايك للفيديو، وتاخد كوبي من لينك الحلقة وتبعته لحد من اصدقائك لعله يكون محتاج يسمع الكلام ده. وما تنساش تكتب كومنت لو عندك اي حلول غير اللي قلناها، او عندك اي اثار جانبية غير اللي احنا قلناها، شاركنا بيها في التعليقات. وتابعنا على بقية المنصات. وانا كده خلصت كلامي، واشوفك في الحلقة اللي جاية يا صديقي العزيز. سلام.